نيجي بقى احنا كلنا جايين عايزين خطوات، يعني انجز وادينا الخطوات. انت بتقول ان انت هتساعدنا او ان احنا جايين عشان نعرف الشغل المناسب لينا، الكارير المناسب لينا. فايه الخطوات بقى؟ طيب، عندنا جاك ما، ده مليونير صيني طبعا مشهور ورجل اعمال مشهور. هو حط لنا 5 خطوات عشان نقدر نختار الشغل المناسب لينا. طيب، قال لنا في 5 خطوات انا اقدر اختار بيهم الشغل المناسب ليا. ايه هم ال5 خطوات دول؟ اول خطوه هو ان انت تدرس نفسك. ايه ده؟ يعني مش زي ما بيقولوا لنا في مصر كده ان انت المفروض قبل ما تخش في مشروع تدرس السوق؟ لا، مش المفروض تدرس السوق. ده غلط. يعني انا مش المفروض ان انا عايز اخش في مشروع ادرس السوق، المشروع ده السوق طالبه ولا لا. لا خالص. السوق تقريبا بيبقى متشبع في حاجات كتير جدا، ومع ذلك في ناس بتخش في الحاجات دي وبتنجح. تمام. طيب، وده اللي بيكسر بقى يعني. وناس لو في اهالي هنا هتزعل. اللي هو اللي يجي يقول لك ايه؟ انا عارف مصلحتك يا ابني، انا عايز مصلحتك. خش صيدله، انا عايز مصلحتك. مش كده؟ تمام. طيب، هو في الحقيقه هم مش عارفين مصلحتنا. لان معنى ان هو عارف مصلحتي ان هو عارف انا بحب ايه، وعارف ايه اللي يمشي معايا، وعارف الستايل بتاعي يمشي معاه ايه. واكتر واحد يعرف الكلام ده هو انا. تمام. هو عايز مصلحتي، اكيد، لكن عارف مصلحتي انا ادرى بيها. المفروض ما دام انا خلاص كبرت، انا ما بقتش صغير ان انا بقول عايز ابقى سواق تاكسي. خلاص انا كبرت وبقى عندي احلام حقيقيه، ففي حاجات ممكن ان انا احاول ان انا فعلا افكر فيها بنفسي. فبيقول لك ان انت المفروض تدرس نفسك. طب بتدرس نفسك بقى اللي هو بدرس ايه بالظبط؟ فقال لنا والله اول حاجه بتدرسها هو ان انت بتدرس اهتماماتك. بشوف ايه الاهتمامات، ايه الحاجات اللي انا لو فضلت طول حياتي اعملها ما ازهقش منها او ما ملش منها. وده الهدف اصلا، ان احنا عايزين نوصل للشغل ان انا افضل شغاله طول عمري ما ازهقش. تمام. طيب، هكتشفه ازاي؟ قال لك ابتدي اكتشف، شوف ايه الهوايات او ايه الحاجات اللي انت بتحب تعملها في الجامعه وما تزهقش منها. بلاش في الجامعه، شوف ايه الفيديوز اللي انت بتحب تتفرج عليها عن مواضيع ايه وما تزهقش منها. بتحب تتفرج على حاجات في اني كارير او في اني مجال. وبالتالي انت لو دخلت في المجال ده غالبا مش هتزهق او غالبا مش هتبقى متضايق. كمان بيئة العمل. بيئة العمل مهمة جدا، زي ما اتكلمنا كده على الستايل بتاع الشغل. فبيئة العمل مهمة. في ناس تيجي تقول لك ايه، والله انا اديني مكتب على جنب كده ولابتوب وخد مني احلى شغل. وغالبا الديزاينرز او الناس اللي بتحب تشتغل ديزايننج بتبقى كده، هو عايز لابتوب وعايز مكتب ويقعد يشتغل ويطلع لك فعلا شغل مفيش زيه. في ناس تانية تقول لك لا، انا احب ان انا اشتغل مع تيم، انا عايز يبقى معايا تيم. في ناس تانية تقول لك لا، انا ما اقدرش ان انا كل يوم اروح شركه وابقى قاعد بين 4 حيطان، انا عايز ابقى بشغال في مواقع كل يوم بتنقل. بشتغل صحفي، بشتغل مهندس اند سو اون. تمام. فبيئه العمل مهمه جدا. ما تفتكرش ان دي حاجات ثانويه وحاجات رفاهيه، لا. لان ده اللي هيخليك تدخل 5 سنين وانت مش مبسوط وفي الاخر هتسيب مهما طالت الفتره. تمام. طيب، هتلاقي في حاجه اسمها سوفت سكيلز او السكيلز عموما. ايه السكيلز اللي عندك؟ السكيلز، خد بالك، في نوعين من السكيلز. في سكيلز انت بتنميها او بتكتسبها وبتتعلمها. تمام. ودي اي حد ممكن يتعلمها لو هو شاطر يعني. بنتعلمها من اول من المدرسه للجامعه ولحد واحنا شغالين كمان. وفي سكيلز اللي هو بيسموها اللي هي بتبقى حاجه من عند ربنا، اللي هو بتبقى يعني منحه من ربنا كده. يعني زي مثلا واحد صوته حلو. انت لو حضرتك جبت واحد صوته مش حلو وقعدت تدرب فيه سنتين، مش هي منحه من عند ربنا. السكيلز اللي بتبقى من عند ربنا دي حضرتك لازم تستغلها احسن استغلال. يعني اوعى يكون صوتك حلو واهلك يقولوا لك لا والله اصل انت هتعمل ايه، يعني هتطلع مغني. اه. دي حاجه ربنا مديها لي ومش موجوده عند ناس كتير. تمام. فالسكيلز اللي هتلاقي ربنا مديها لك او هبه من عند ربنا، دي استغلها كويس جدا، لان هي دي اللي هتقدر تميزك فعلا. اخر حاجه تدرسها في نفسك هي اهدافك. هو انا عايز ايه من الشغل ده؟ يعني ايه عايز ايه من الشغل ده؟ يعني في ناس زي ما في حد قال من شويه كده، والله هو انا من الشغل انا عايز الشغل الوظيفه الميزه فيه ان انا عايز اشتغل لحد الساعه 2 وبعد كده يبقى عندي وقتي مع اسرتي. تمام. فخلاص يبقى ده هدفك، يبقى انت بتدور على وظيفه مش عمل خاص. تمام. طب لو حضرتك احلامك بقى ان انت تركب عربيه لامبورجيني وتشترك في وادي دجله وتصيف في الساحل الشرير والحاجات دي، فحضرتك اكيد مش هتدور على وظيفه. مفيش وظيفه غالبا هتوصلك لده. فلازم تبقى عارف انت هدفك ايه اصلا من الشغل عشان تعرف انت هتختار انهي شغل. طيب، الخطوه الثانيه بقى. احنا عرفنا اول خطوه، خلاص درسنا نفسنا. نيجي الخطوه الثانيه وهو سماها مرحله البحث. ولو تاخد بالك هو مسميها مرحله مش خطوه، لان هو بيقول ان دي المفروض تاخد وقت طويل. وهو في الواقع هو مش بيقصد ان مرحله البحث ان احنا بنبحث على الشغل، لا، هو كل ده لسه ما بيدورش على شغل. تمام. هو يقصد ان احنا بندرس الشغلانات المختلفه.
انا بدرس الشغلانات المختلفه. طب هدرس الشغلانات المختلفه ازاي؟ قال لي انا عندي 3 طرق ممكن ادرس بيها الشغلانات المختلفه دي. ايه هم ال3 طرق؟ اول حاجه هو ان حضرتك تدخل على اي موقع او اي مكان فيه اعلانات شغل، وتبتدي تشوف ايه المتطلبات اللي هو طالبها للشغل ده. يعني زي مثلا اعلان كول سنتر، فهم طالبين حد يبقى فلوينت في الانجليش بتاعه كويس، حد يكون صبور، حد يكون بيعرف يهندل او بيعرف عنده قدره على الاقناع and so on. فابتدي اعرف هو الشغلانه دي ايه متطلباتها. تمام. وابتدي اقيسها عليا. طب انا مثلا انا والله لا انا مش صبور، ده انا هضرب العميل، خلاص فيبقى الشغلانه دي ما تنفعنيش. فاقدر ادرس من الاعلانات. طب الحاجه الثانيه اللي ممكن ادرس بيها، قال لنا ان احنا ممكن ودي احنا بنتكسف نعملها رغم ان هي مهمه جدا في المرحله اللي قبل ما نشتغل، ان احنا نقعد مع ناس شغاله في كاريرز مختلفه ونبتدي نتكلم معاهم على مميزات وعيوب الكاريرز دي. بس خد بالك انت بتدور على الشغل المناسب ليك، تمام، مش ليه. فما تاخدش ما تسلمش بالراي بتاعه ايه المميزات والعيوب. انت بتسمع وبعدين تحكم انت هل دي مميزات ليك ولا لا، هل دي عيوب ليك ولا لا. تمام. الحاجه الثالثه بقى وهي الاوقع واللي موجوده كتير، ان حضرتك تقتحم سوق العمل. ادخل جرب. تمام. جرب لو انت شايف ان انت ممكن تبقى جرافيك ديزاينر، جرب اشتغل فريلانسنج، شوف راي الناس. تمام. مش لازم ان انا اسيب شغلي مره واحده كصحفي واروح في مهب الريح واروح في شركه ديزايننج وبعدين اكتشف ان انا مش نافع. لا، ما اشتغل فريلانسنج اجرب. تمام. هتعرف بالتجربه الشغل ده مناسب ليك ولا لا. فلازم تبقى عارف ان في المرحله دي انت بتدور او بتبحث في الاشغال، بتشوف الشغل المناسب مش الشغل الكويس زي ما اتفقنا. طيب تالت خطوه التخطيط بقى. انا خلاص الحمد لله كده من الخطوتين اللي فاتوا المفروض ان انا اكون عرفت، انا درست نفسي، عرفت امكانياتي ايه وانا بحب ايه، وعرفت الشغل الكويس بالنسبه لي ايه. بس لسه في حاجات ناقصاني، فهبتدي اخطط. والله انا عايز اشتغل في شغلات الكول سنتر دي بس الانجليش بتاعي مش قد كده، فانا محتاج اروح الاي يو سي مثلا، همتحن امتحان القدره الامتحان بتاعهم ويقولوا لي هدخل على اني ليفل، وابتدي ان انا احسن الانجليش بتاعي. انا كده بحط بلان عشان اكمل المتطلبات اللي الشغل اللي انا اخترته ده محتاجه فيا. تمام. طيب نيجي بقى الرابع مرحله وهي السي في. ان انا هكتب السي في بتاعي واروح اقدمه في شركات كتير. انا عرفت ان انا عايز اشتغل جرافيك ديزاينر، فانا هكتب السي في بتاعي واروح اقدمه في اكتر من شركه بتاعه دعايه واعلان او تصميمات او كده. اللي بيحصل بقى ان احنا بنهمل ال3 خطوات اللي فاتت دي في مصر عندنا ونخش على طول على الخطوه دي. انا عايز اتخرج النهارده، اكتب السي في بتاعي بكره، واروح اقدم بعده واتقبل وبمرتب حلو. هو بلطجه كده يعني. انا خلاص انا هنفض ل3 خطوات دول واكتب السي في واروح، وهم يقبلوني ان شاء الله. ليه؟ عشان انا كاتب صيدلي، ما في 14 ونص زي، معلش انا شايف نفسي اسد. خامس خطوه بقى، ودي خطوه مهمه، وبيقول لحضرتك ان انت حتى لو عملت الخطوات اللي فاتت وما عملتش الخطوه دي فتبقى عندك مشكله كبيره، وهي خطوه المتابعه. حط لنفسك نسبه 1% خطا. حط لنفسك ان انت ممكن تكون اخترت غلط زي زميل حسن. انا اخترت غلط، حتى لو قعدت 10 سنين بس انا مختار غلط من الاول. فحط لنفسك دايما خطوات متابعه، وما تخليش خطوات المتابعه دي بعيده. يعني ده اللي كنت بقول لك من شويه هنجيب سيرته، ان ايه اللي خلاه يقعد 5 سنين. هو مش حاطط لنفسه تشيك بوينت. عارفين التشيك بوينت اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين كده، ان يجي في الالعاب يقول لك تشيك بوينت هنا، لو خسرت تبدا من هنا. تمام. فهي عامله نفس الفكره، ان انت لازم تحط التشيك بوينتس لنفسك كده، تشوف هو انا دلوقتي مبسوط ولا لا، هو ده الشغل اللي انا كنت عايزه ولا لا، متاقلم معاه ولا لا. تمام. مش هسيب نفسي 5 سنين وبعدين اجي اقول، وده بنشوفه يعني، بنشوف واحد يسيب نفسه 10 سنين ويجي يقول لك انا مش لاقي نفسي في الشغلانه دي. طب انت كنت فين ال10 سنين اللي فاتت؟ كنت نايم ليه؟ والله ما كنتش بعمل متابعه، ما كنتش بتابع نفسي، ما كنتش بحط على 1% ان انا غلطان. فلازم تبقى عارف ان انت لازم تحط نسبه خطا، ولازم كمان يبقى عندك خطه تصحيح مسار. يعني زي ما قلنا مش عايز اطلع بقى من حفره واقع في حفره تانية، لا لازم يبقى عندي خطه. انا دلوقتي وقعت في الحفره دي عشان انا مش مبسوط في الشغلانه دي، مش هطلع واهرب، لا هطلع ويبقى عندي خطه ازاي هصحح المسار بتاعي اروح للاتجاه الصح.